السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ سعد. فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله غنوجد معاكم حوته معمره في الفران بالطريقه ديالي، كتجي لذيذه مذاق لا يقاوم. نبداو على بركه الله. عندنا جوج حوتات حجم كبير، عندنا بطاطا اللي مسلوقه، خيزو مسلوق، عندنا فلافل ملونه، مطيشه دوائر، عندي العطريه، الكمون، التحميره، الخرقوم والابزار والملحه، كاس الى ربع مخلط بين الزيت بلديه وروميه، القزبر ومعدنوس اللي طاحنا معاهم، الثومه، واحد 4 ديال الدروس ديال الثومه. كنستف نبدا كنحط البلاطو، كنستف فيه المطيشه ديالي هي الاولى، من بعد كنزيد عليه خيزو، كنضيف عليهم البطاطا، كنضيف عليها واحد ديك الفلفله الخضراء اللي عندنا، صافي. كندوز هنايا عندي الربيع والثومه مخلطين، كنضيف عليهم التوابل اللي عندي، داك الزيت، واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه، الحار كيبقى اختياري حسب الذوق. كنخلط ديك التوابل مزيان حتى كتجانس كامله، كنضيف عليهم واحد الحامضه اللي كنعصرها بيدي، صافي. كنخلط مزيان، كنشرمل دوك الحوتات اللي عندي، كنخلي ديك القامه، كنخلي منها واحد 2 معالق كبار، كنخليهم على جنب. كنشرمل الحوتات مزيان من الداخل من برا. الحوت اللي يكون مغسول من قبل مزيان ومرقد في الحامض واحد نص ساعه، ساعه الا ربع، المهم تكوني مرقداه باش كيتحيد منه ديك ريحه الزفر. هنايا كنزيد واحد 4 كاس ديال الماء على ديك القامه، على ديك التتبيله اللي عندي، كنديرها فوق ديك الخضيره ديالي، صافي. كندوز هنايا عندي الشعريه الصينيه، كنضيف عليها ديك القامه اللي خليت، كنضيف عليها الزيتون مقطع، الحامض مصير حتى هو مقطع طريفات صغار، كنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال مسحوق فواكه البحر، كيعطي واحد اللذه زوينه لديك الشعريه. كندوز كنعمر الحوتات ديالي مزيان بديك الشعريه، كنشوفوا كيف كتشوفوا كنعمر ليها الراس وكل شيء. كنخيطها بواحد الخويط وبره، خيط وبره عاديين، كنشدها كنخيط بها الحوته، صافي. كنخيط وكنقطع الخيط بالموس، وكنحط الحوته الاولى فوق ديك الخضيره اللي عندي، كنجيب الحوته الثانيه كندير لها حتى هي نفس الشكل اللي درت الاولى، كنعمرها مزيان، كنعمر الراس والداخل ديالها وكل شيء بديك الشعريه اللي بقات ليا. كنخيطها حتى هي نفس الطريقه اللي درت الاخرى، الحوته الاخرى، كيف كتشوفوا ها نتوما. خيط وبرا عاديين كنخيط بيهم، غير باش ديك الشعريه ما تشتتش ليا فوق الخضره، وفي نفس الوقت كتعطينا المذاق لداخل في الحوته زوين. صافي كنحط دوك الحوتات كنستفهم فوق من الخضيره ديالي، كنقطع ليهم ديك الزعانف اللي زايده كيف كتشوفوا موضح في الفيديو. كنضيف ليهم هذوك الفليفلات اللي خليت، فلافل ملونه، كيعطيو واحد البنه زوينه حتى هما. تقدروا تستغناو عليهم، ماشي ضروري، غير فلفله خضراء كافيه. الشكل النهائي كيف كيجي، كنضيف عليه واحد طرونشات ديال الحامض، دوائر ديال الحامض، كنغطيه بواحد بابي كويسون، كنغطيه مزيان، كنضيف عليه البابي الومنيوم باش داك الحوت دغيا كيطيب لينا
في نفس الوقت ما كيتحرقش ديك الواجهه ديال الخضيره والحوت، ما كتحرقش لينا. صافي كيف كتشوفوا موضح في الفيديو، كنغطيه مزيان من الجوانب وكل شيء. الفران خاصو يكون سخون من قبل. درجة الحرارة بالنسبة للفرن الكهربائي 200، بالنسبة للفرن الغازي درجة الحرارة عادية، تشعلي البوطة عادية. صافي كنكمل كيف كتشوفوا، كنكمل هذاك كنغلفو مزيان من الجوانب وكل شيء. كندخلو كيطيب واحد الساعة ونص. كيطلق ليا كيطلق ديك البليله ديك مطيشه والحوت، وكيطلقوا ديك الميها ديالهم. من بعد مني كنحس به طاب، كنحيد البابي الومنيوم بابي كويسون، وكنخليه كنعاود ندخلو للفران باش يشرب ديك البليله، تجي خاطره وتجي معلكه. من بعد ما طاب ليا ندير عليه واحد شويه الزيتون مشرمل، حتى هو اختياري حسب الذوق. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تبخلوش ليا واحد جيم، كومونتير زوين بحالكم، والاشتراك اللي ما مشتركش في القناه يدير الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد في القناه. كيف كتشوفوا هو الشكل النهائي ديال الحوت ديالنا، تيجي شارب ديك الشعريه، كيجي طايب الشعريه، كيجي فيها واحد المذاق خطير روعه. نتمنى تجربوه ان شاء الله وتردوا عليا. خليتكم على خير، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.